السلام عليكم غزالات. يوم جديد وفيديو جديد. اليوم ان شاء الله غنحضر معاكم الفلفله الحمراء اللي معمره بالروز والكفته اللي كتجي رائعه. وكنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. ما تبخلوش علينا باللايك وبارطاج مع الاحباب والاصدقاء باش يوصلكم كل جديد. تفعيل الجرس. نبداو المقادير. عندي انايا كل واحد يدير على حسب افراد الاسره عنده. عندي 4 الفلفلات كبار من وزن كيلو. عندي بصله كبيره مشلده رقيقه. عندي جماطيشات حتى هما مقطعين صغار. عندي الربيع 2 فصوص ديال الثومه. عندي زلافه صغيره ديال الزيت، نتوما ديروا الكميه اللي بغيتو. عندي معلقه كبيره ديال مطيشه الحك او صلصه الطماطم. عندي زلافه ديال الرز صغيره ما عمراش. عندي هنا تقريبا 4 صغيره ديال الكفته. وعندي ملح ومعلقه صغيره ديال التحميره، معلقه صغيره ديال السكينجبير، ونص معلقه بزار، ومعلقه ديال الخرقوم بلدي صغيره. صافي هنايا غنبداو ان شاء الله بالطريقه. صافي هنا غادي نشعلوا على الطنجره ديالنا وغنديروا فيها الزيت. صافي وغندير مطيشه، غنخلي منها غير واحد شويه كما كيبان لكم. وغنزيد البصله حتى هي غنخلي منها شويه. صافي واحد معلقه كبيره ديال الربيع، قزبر ومعدنوس. غنزيد الثومه، وغنزيد صلصه ديال الطماطم والتوابل اللي عندنا: بزار، سكينجبير، تحميره وخرقوم بلدي. صافي وغادي نحرك كلشي. وغندير الملح، ديروا قياس اللي غيناسبكم. ضروري غادي نذوقوا الملح، وغادي الا خصكم غتزيدوا. صافي وغنخليهم يتشحروا. وغندوز هنايا في واحد الاناء اللي غندير فيه الرز اللي غسلناه وخليناه نشف. ضروري نتوما غتاخذوا الكميه على حسب القياس اللي عندكم ديال الفلفله. غنزيد عليه داك المطيشه اللي خلينا وبصله، ضروري يكونوا مقطعين رقاقين. صافي وغنزيد هذيك الكفته اللي عندنا. تقريبا عندي واحد 4 ديال الكفته صغيره تما. صافي وبزار، سكينجبير، تحميره، خرقوم، ملح، نفس المقادير اللي درت في الاولى ديال العطريه، وشويه ديال الزيت، وتقريبا معلقه كبيره ديال الربيع. صافي وغنخلط كلشي مزيان حتى ندخل ديك الكفته مع الروز مزيان. وعاد نعمر بهم الفلفله ديالنا. والكفته راه كتبقى اختياري، اللي ما عندوش ممكن ما يديرهاش او لا يدير كفته ديال الدجاج. وكما كيبان لكم ها هي ملي دخلت الكفته مزيان مع الروز غادي نبدا نعمر الفلفله. الفلفله اللي قطعت ليها الراس ديالها ونقيتها من الداخل، كنحيدوا ليها الزريعه كامله. صافي وتنعمروا بهذه الطريقه وتنغطيو عليها. وما تعمروهاش كامله باش تلقى فين يلقى فين يطيب الروز كما كيبان لكم. صافي انا ديك الكميه راه كافياني. كما قلت لكم ما كنعمرهاش حتى الفوق. صافي غنعمر كلشي بنفس الطريقه. هنا ملي تشحرت لينا ديك البصيله مع مطيشه والعطريه ديالنا كما كتبان لكم كتشحر مزيان. صافي غادا نمرقها، ندير عليها الماء غليان. ديروا القياس اللي غيطيب لكم فيه الفلفله. الا خصكم راه ضروري غادي نزيدوا.
صافي وغندير فيها هذيك الفلفله ديالنا. انا كفاتني هذيك الحشوه بالنسبه ل4 ديال الفلفلات. ممكن الا زدتوا الفلفله غادي نضاعفوا المقادير. ها هي كما قلت لكم ما كنعمروهاش حتى للفوق باش تلقى فين طيب لينا الحشوه. صافي وتنستفوها بهذه الطريقه وكنخليوها طيب. ممكن تستعملوا اي فلفله عندكم صفراء او لا خضراء. صافي ما تنسدوش عليها، غير كنحطوا عليها هكا في القفاله، حيت الا سديتو غادي تفرقع. غير كنسدو عليها غير بحال هكا، كنحطوا عليها القفاله ونخليوها طيب. ها هي كما كتبان لكم كتجي زوينه رائعه، غير جربوها. وها هي الفلفله ديالنا بدات كطيب، باقا ما طابتش كامله. انايا بقات ليا واحد شويه ديال الكفته كانت عندي. صافي غادي نحطها بحال هكا حتى هي طيب. وكما قلت لكم الكفته كتبقى اختياري، ماشي ضروري ديروها. اللي ما عندوش يدير غير الروز عادي مع دوك التوابل اللي درت لكم والبصله ومطيشه. صافي وكنزيد واحد شويه ديال زيت البلديه. صافي تنخليها تكمل الطياب ديالها. هنا انا عندي واحد 4 البرتقالات اللي غنقطعهم، نقيهم ونقطعهم. دائما هاد البرتقال يعني هاد الطريقه كتفكرني في ايامات الصغر اللي كيجي رائع. انا صراحه كيعجبني. صافي غنحيدي ديك القشره البيضاء كامله. صافي نحيد هذاك الرويس حتى هو. صافي غنقطع واحد الدوائر اللي رقيقه، الطريقه اللي عاديه اللي كلشي تقريبا كيديرها. يكونوا طريفات رقاقين عفوا ماشي غلاظ. صافي غنكملو كامل. صافي غنكملو كله ونرجع لكم. ها هو البرتقال ديالنا اولا الليمون. صافي غندير ليه واحد القياس ديال السكر. انا هنا عندي الليمون شويه حامض، اللي عنده الليمون حلو ما يحتاجش يدير كاع السكر. ديروا القياس ديالكم. صافي وغادي نزيد عليه هنايا شويه ديال القرفه. الصراحه كيحمقني هذا الليمون، كانوا كيديروه لينا والدينا وباقي كنديروه لحد الان. صافي وتنخليوه حتى كيطلق شويه داك الماء ديالو السكر. وهذه هي الغديوه ديالنا اللي حضرت معكم، ورافقتها بالعصير اللي ديجا حضرت معكم مع الدجاج محمر ديال لافوكا وكاكي. وكنتمنى الفيديو ديال اليوم من الاعجاب ديالكم. ما تبخلوش علينا الغزالات باللايك، والى الفيديو القادم ان شاء الله.